يوم 15 أيار هو يوم مميز، يوم الولد فيه بطل لبنان يوسف بيك كرم. يوسف بيك كرم كان قيادي وطن، جمع بين البطولة والقداسة، بين القيادة والحكمة، وبين النضال من أجل لبنان والتشبث بالقيم الوطنية والإنسانية والروحية. وهو صاحب مقولة فلأضحي أنا وليعش لبنان. نحن هلا ببيت يوسف بيك كرم بطل لبنان، بيت العيلة الأصيل. نحن بالطابق الأول. هذا البيت مؤلف من 3 طوابق سقوف عقد، البيت الوحيد بالشرق الأوسط 3 عقد فوق بعضهم مسجل بالأونسكو. حنعمل جولة ونعرفكم على خصائص البيت بشو يمتاز. فنحن هلا هذا أول طابق كان هو بيت لخدمة المنزل وللحرس اللي مع يوسف بك، في مقتنيات لإله ولرجاله واللي عاشوا بعده 3 أجيال. هون نحن بالطابق الثاني اللي هو مركز الاستقبال، صالونات يستقبلوا فيه الزوار، وغرفة أهله ومكتبه وخزانة الأسلحة اللي حارب فيها وبعد المقتنيات الشخصية لإله. هون بالطابق الثالث اللي هو سقف عقد، غرفة نومه لبطل لبنان يوسف بيك كرم. هون كان يقعد يكتب الرسائل، وهيدي القطعة كان يشعل الفتيل هيدا ويحط الشمعة هون ويرجع يختم المكتوب. يوسف بيك كرم هو بعتبره قدوة ومثال، ونحن بنفتقد اليوم لشخصية مثله. يوسف بيك كرم بالدرجة الأولى هو بطلنا يعني، وتاني شيء قديس غير مطوب على طريق التطويب، وتالت نقطة هو سياسي علماني. أعطى معنى أنه السياسة فيها خدمة الناس، خدمة الفقير وخدمة المحتاج. يوسف بيك هو مثالنا وبيبقى مثالنا هيك. بدو يمين صغرت عايش بأفريقيا، وأنا متعبد ليوسف بيك صار لي 30 سنة بصلي له، وانبسطت كتير لأنه الله عم بيشتغلوا تتويبه. إن شاء الله خير. ربينا عن محبة يوسف بيك كرم من وقت اللي كنا أولاد ببيت أهلنا. كان قديس، وبنظرنا يعني من قديم وجر نحن هو قديس وبطل أكيد. إيش ما نطلب منه كان يحقق لنا إياه. إذا ضيعنا شيء كنا نقول يا يوسف بيك نلاقيه. اللي قربنا زيادة منه هو حضوره بالجسم، يعني جسده حاضر بيناتنا، يعني إسا أكتر كنا نشوفه، يعني هذا يمكن خلينا نآمن إسا أكتر. يوسف بيك كرم بيعني لي كتير كتير، لأني إيش ما بكون مضيعة وبصلي له، بكون إسا ما خلصت الأبانة والسلام بلاقي الشغله بكون عم ببرم علي. يوسف بيك كرم إنسان قديس وعظيم، وأنا كمان كتير مبسوطة وفخورة إنه كمان 15 إيار كمان عيد مولدي أنا، بنهار عيد مولد يوسف بيك كرم. يوسف بيك كرم بطل لبنان، زلمة قديس. كان يروح لما بده يروح يحارب ويكون هو بالكنيسة، ما يطلع من الكنيسة إلا ما يصلي المسبحة. يوسف بيك كرم بطل للبنان كله مش لصغارته. ولازم نحن اياه عنا قديس من 100 سنة على ايام جدودنا، وانا زلمي واحد منه كان جدي من ابطال يوسف بيك كرم اللي هو اسمه النمر نمنوم. كان معه يوسف بيك كرم ما دافع عن لبنان، وخصوصي دافع عن المسيحية بلبنان كله سوا. يعني لنا كثير نحن كصغرتاوية، نحن ما خلقنا وربينا الا بنعرفوا انه هو قديس، هو بطل لبنان. وقتها نحن بنضيع اي شغله او كذا بنستنجد فيه قديسنا الكبير، يعني حتى اهلنا ربونا وعلمونا انه هو قديس. يوسف بيك كرم هو مش بس بطل لأهدنا صغرته، هو بطل للبنان كله. بس نكون ضايعين شيء متعودين نصلي له ونقول له يا يوسف بيك يرحم اهلك ورجالك. يوسف بيك كرم كان كل يوم يصلي المسبحة الودية، وكان يشارك بالقداس لو شو ما كان صاير. نحن جيلنا كتير محظوظ لأنه انفتح ملف يوسف بيك كرم على أيامنا، كان متأسي مكرم طوباوي وإخش قديس. يوسف بيك وقت أنا فيو من لبنان قال فلأضحي أنا وليعش لبنان. وبزيادة بدنا نقول كمان شغلة، إنه أحلى شيء إنه هو هلأ موجود معنا وبيناتنا بجسمانه بكنيسة مرجرس بأهدم. ويلي بيزرع حب الوطن بإيمان وبيضحي كرمال بلده ما بيغيب، وبيبقى رسالة نتوارثها من جيل لجيل.